عندنا النهارده امتحان النقل للمدارس الثانوية الفنية للتمريض. عندنا هنا ايه؟ لمادة الرياضيات. طبعا عندي السؤال الأول هنا بيقول لي قيمة السين التي تحقق المعادلة 3 أس س بيساوي 81. يعني أنت عندك هنا دلوقتي 3 أس س بتساوي 81. ال 81 ديت بتبقى عبارة عن 3 أس 4. وأدام الأساس اللي هو نفسه الأساس اللي هو التلاتة هو نفسه التلاتة، يبقى الأس بيساوي الأس، يعني السين بتساوي 4. يبقى هنا السين بتساوي 4. طب بيقول لي هنا في رقم 2 عند قياس درجة حرارة مريض وجد أنها 30 درجة. يبقى درجة حرارة المريض 30 درجة، عايز درجة الحرارة الفهرنهايتية. طيب الدرجة الحرارة الفهرنهايتية إن إحنا دلوقتي اللي هي عبارة عن درجة بتساوي أدي الميم درجة ضرب 1.8 زائد 32. طيب الميم درجة بكام؟ الميم درجة هنا ب30 درجة ضرب 1.8 زائد 32، الناتج هنا هيطلع ب86 درجة فهرنهايتية. يبقى دي ب86 اللي هي رقم ج. طيب رقم 3 أنا شايف إن في عندي زوايا 30 و60، يبقى احنا نعمل على طول المثلث ال30 60. طيب أدي المثلث أهوت، ده 30 60 90. ده الضلع المقابل للزاوية 30، أده 1 ودي 2 وده جذر 3. طيب عندي هنا بيقول لي هنا ايه؟ انت عايز هنا جا 30. والله جا 30 اللي هي المقابل على الوتر اللي هي بنص، في جاتا 60. جاتا 60 اللي هي المجاور اللي هي برضه بنص، 1/2، زائد جاتا 30. ال30 هنا جاتا اللي هي المجاور على الوتر اللي هي جذر 3/2. طيب زائد جا 60. جا 60 هنا اللي هي المقابل على الوتر اللي هي جذر 3/2. طيب نص في نص اللي هي بتساوي ربع، زائد عندي هنا جذر 3/2 زائد جذر 3/2 اللي هي ب2 جذر 3/2. طيب انا عندي هنا الربع زي ما هو، زائد الاتنين تروح مع الاتنين، يبقى اتفضل هنا جذر 3. طيب الربع زائد جذر 3 مش هتلاقيه هنا في الإجابات. طيب بس هيبقى أقرب لمين؟ للعدد الصحيح مين؟ اللي هو 2. طيب بيقول لي هنا في رقم 4 عايز مجموعة حل المتباينة. عندك هنا إيه؟ عندك هنا دلوقتي مجموعة حل المتباينة مين؟ عندي هنا التلاتة س زائد الواحد أكبر من أو يساوي الأربعة، أكبر من أو يساوي الأربعة، وأقل من العشرة. طيب اتفقنا مع بعض لازم نعمل ايه؟ نشتال اللي مع السين. هنا موجب واحد يبقى هنا ناقص واحد في كل الأطراف. 4 - 1 يطلع ب3، وادي العلامة بتاعة التباين، وادي ال3 س. الموجب واحد يروح مع السالب واحد. 10 - 1 يدينا 9. نقسم على التلاتة لأن التلاتة مضروبة في السين، يبقى نقسم على التلاتة. التلاتة تروح مع التلاتة تفضل السين اللي احنا عاوزينها. 3 على 3 فيها الواحد، و9 على 3 فيها التلاتة. لو هو عايز مجموعة الحل، الواحد هنا الواحد مغلقة عشان ايه؟ عشان فينا يساوي. طيب التلاتة، التلاتة تبقى مفتوحة لأن مفيش هنا يساوي، يبقى اللي هي الحل رقم ج. طيب نيجي نبص على رقم 5. رقم 5 فيها ايه؟ بيقول لي زجاجة من الدواء سعتها 150 ملي لتر. يبقى السعة بتاعتها اللي هي بتقدر تشتغلها 150 ملي لتر، فتكون سعتها باللترات. أنا عايزها باللترات. يبقى انا بحط هنا الرقم زي ما هو، من ملي للتر، من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة. بقسم على كام؟ اللتر فيه 1000 ملي، يبقى بقسم على 1000. الصفر ده يروح مع الصفر، يبقى اتفضل هنا 15 على المية اللي هي بتساوي 15 جزء من 100. 15 جزء من 100 لتر اللي هي رقم 1000. طب بيقول لي في أبسط صورة للمقدار 5. عندي هنا 5 جذر تكعيبي للاتنين ناقص 2 جذر تكعيبي ل16. هسيب الخمسة وادي الجذر التكعيبي الاتنين زي ما هي، ناقص الاتنين وادي الجذر التكعيبي ال16 ديت اللي هي عبارة عن ايه؟ حاصل ضربها 2 ضرب 8. هنسيب برضو الخمسة جذر تكعيبي للاتنين زي ما هي، ناقص 2 وادي الجذر التكعيبي بيتوزع على الضرب، يعني مرة على ال8 فيه ومرة برضو على مين؟ على الاتنين. يبقى دي الخمسة وادي الجذر التكعيبي للاتنين ناقص جذر التكعيبي للتمانية اللي هو بتساوي 2. واما تيجي تتضرب في الاتنين اللي بره دي كمان تبقى ب4. ادي الجذر التكعيبي للاتنين. 5 جذر تكعيبي للاتنين ناقص 4 جذر تكعيبي للاتنين، تطلع هنا بالجذر التكعيبي للاتنين اللي هي مين؟ رقم ايه؟ اللي هي رقم ب. طيب نيجي نبص هنا في السؤال التاني. بيقول لي في الشكل المقابل المثلث أ ب ج القائم الزاوية في ب. يبقى أنا عندي هنا مثلث اهوت قائم الزاوية في ب. طيب مديني هنا الألف جيم. الألف جيم ده ب 13 سنتي، ده كده ب 13 سنتي، ومديني الألف ب ب5 سنتي.
هو مديني هنا الب ج اللي هي القاعدة ديت، احنا كده كده بنحتاجها في مساحة السطح بتاع المثلث، لأن مساحة نص القاعدة في الارتفاع. طب القاعدة أصلا مش موجودة، يبقى احنا هنجيبها عن طريق نظرية فيثاغورس. الضلع ده ب13، الضلع ده ب5، احنا عايزين قيمة السين. السين بتساوي كام بقى؟ السين ده ضلع كان بيساوي الجذر التربيعي للوتر تربيع، الوتر اللي هو بيبقى قبال الزاوية القايمة اللي هو ال13 تربيع، ناقص الضلع التاني اللي هو 5 تربيع، يطلع بكام؟ يطلع ب 144 اللي هو ب 12. يبقى القاعدة هنا ب 12. يبقى أنا لو عايز هنا مساحة المثلث هقول له إن اهوت مساحة المثلث بتساوي نص في القاعدة في الارتفاع. يبقى مساحة المثلث بيساوي نص في القاعدة بكام هنا؟ احنا لسه جايبينها ب 12. يبقى 12 في الارتفاع، الارتفاع اهوت اللي هو بيبقى عامل زاوية قايمة كده أو عمودي على القاعدة اللي هو ب5. نص ال 12 6، 6 في 5 يدينا 30، والوحدة هنا سنتيمتر مربع، يبقى هنا بتساوي 30 سنتيمتر مربع. طب اما يجي يقول لي هنا في رقم ب، عندي هنا في ب ايه؟ بيقول لي عايز مجموعة الحل لل4 س ناقص ال10 بتساوي 6. أول حاجة بودي السالب 10 ده بعكس الإشارة، يعني ال4 س هتساوي ال6 والسالب 10 تروح هناك بموجب 10، يبقى ال4 س بتساوي 6 و10 ب16. نقسم في كلا الطرفين على الأربعة عشان نجيب قيمة السين، الأربعة تروح مع الأربعة، يبقى تفضل هنا السين بتساوي 16 على الأربعة اللي هي فيها الأربعة. يبقى هقول له هنا إن مجموعة الحل بتساوي 4. يبقى أنا هوت في رقم ب مجموعة الحل بتساوي كام؟ 4. طيب عايز هنا قيمة الناتج، قيمة ناتج العملية للفترة المغلقة سالب 1 و3 تقاطع الفترة 1 و5. طيب ركز بقى معايا كده. أنا عندنا هوت، عندي هنا أنا لو جيت عملت خط الأعداد اهوت، بيقول لي الفترة المغلقة، تعال نحط الأول إيه الأرقام. ده 0، ده 1، ده 2، ده 3، ده 4، ده 5، ده -1، -2، -3. أول فترة عندي هنا -1 و3، السالب 1 اهيت والتلاتة اهي. السالب 1 هنا مغلق، يبقى ده كده هنغلقه. طب والتلاتة برضو مغلقة، معاه برضو مغلقة اهي. تمام. هنا بيقول لي هنا برضو الفترة التانية، يبقى هنوصل ما بينهم اهوت. الفترة التانية بقى اللي هي 1 مفتوحة، عملنا الواحد اهوت مفتوح، والخمسة هي اللي مغلقة، والخمسة هي اللي مغلقة اهي، ووصلنا ما بينهم. هو عايز التقاطع، التقاطع يعني الحتة المشتركة، الحتة اللي اتكررت اللي أنا شايفها اللي هي 1 و3 أهي، 1 و3. طب الواحد مفتوح يبقى نفتحه، والتلاتة مغلقة يبقى نقفلها، يبقى الناتج هنا 1 و3. الواحد مفتوح والتلاتة ايه؟ مغلقة. طيب بيقول لي هنا لو كان عندك هنا الزوج المرتب عندك هنا 3 وس زائد السبعة بيساوي 3 و5، يبقى أنا عارف إن التلاتة متكررة هنا وهنا، يبقى اتفضل هنا مين؟ اتفضل هنا في رقم د إن السين زائد السبعة بتساوي 5، يبقى ودي السبعة الجهة التانية، يبقى السين بتساوي 5 ناقص السبعة، يبقى السين بتساوي -2، يبقى هي دي قيمة السين. بيقول لي هنا في السؤال التالت انت عندك هنا السين هنا بكام؟ السين هنا ب1 و2 و3، وعندك هنا الصاد هنا بكام؟ ب5 و8 و9. العلاقة اللي هتشتغل عليها ان يكون الالف اللي عنصر مع اللي هو موجود في السين زائد الب اللي هو عنصر موجود في الصاد لازم يطلع بعدد فردي. تعال نجرب كده عشان نجيب بيان العلاقة. والله انا لو جيت اجرب كده وجبت عنصر اللي هو الواحد دهوت، جيت اجمعه مثلا مع ال5 هيطلع ب6. هل ال6 عدد فردي؟ لا مش هينفع. الخمسة هيطلع ب6، يا هيطلع عدد فردي، لا ده ال6 ده عدد زوجي، يبقى انا مش هختار ال5 مع الواحد. هختار مين؟ هختار ال8. 1 و8 هيطلع 9، فعلا. يبقى انا اخترت الواحد اهوت مع مين؟ مع ال8، يبقى 1 و8. نمسح بقى ده تاني اهوت، ونرجع نختار مين؟ نرجع نختار اهوت الاتنين. الاتنين اهيت مع مين؟ مع ال5 مثلا زائد ال5 تطلع ب7، فعلا طلعت عدد فردي، يبقى هتبقى 2 و5. ولو جيت اختار الاتنين مع ال8، تعال كده نختار الاتنين مع ال8. الاتنين زائد 8 يطلع بكام؟ يطلع 10، يبقى مش هينفع. طب 2 و9، 2 زائد 9 يطلع 11، وال11 ده فردي، يبقى 2 و9. طيب لما اجي اختار التلاتة، لو جيت كتبت هنا مثلا مكان الاتنين ديت 3، 3 مع ال5 يدينا 8، مش هينفع. طب 3 مع ال8 يدينا 11، يبقى تبقى 3 و8. طب 3 مع ال9 يدينا ايه؟ 12، يبقى مش هتنفع، يبقى نقف لحد بين العلاقة كده. طب هل هي دلوقتي هل هي دالة ولا لأ؟ أول حاجة نمثلها بمخطط سهمي اهوت، ادي السين وادي الصاد. السين هنا قيمتها 1 2 3، والصاد هنا 5 8 9. في بيان العلاقة الواحد راح لل8،
والاتنين راحة للخمسة. خلي بالك هنا الاتنين طلع منها سهم تاني اهوت راح للتسعة، التلاتة راح للتمانية. يبقى بما ان دلوقتي الاتنين خرج منها دلوقتي سهمين، يبقى ديت ليست دالة، لان الاتنين خرج منها ايه سهمين. طيب نيجي بقى الرقم ب. رقم ب بيقول لي عايز المشتقة الأولى للدالة س، يعني هو عايز دال شرطة س. هنا بيساوي، أنا عندي هنا أدي نص س أس 4 ناقص 2 على 3 س تكعيب زائد 4 س ناقص الخمسة. هقول له أنت عندك هنا دال شرطة س دي، عفوا كده دي دالة س، دي دالة س اللي هي في السؤال. طب هو عايز دي دال شرطة س. أول حاجة بنزل الأربعة دي مع النص، يعني النص اهوت هيتضرب في الأربعة ونطرح من الأس ده واحد، شيلنا من الأربعة واحد يبقى 3 ناقص أدي عندي هنا 2 على 3، هنشيل من التلاتة دي واحد، هننزلها هنا دلوقتي الأول اهيت ونشيل منها واحد، يبقى الس دي هتبقى أس 2 زائد مشتقة الأربعة س 4. طب مشتقة الثابت اللي هو الخمسة بصفر يبقى مش هنكتبه. يبقى تعالى بقى نجيبها في أبسط صورة. الدال شرطة س بتساوي نص الأربعة 2 س أس 3 ناقص التلاتة تروح مع التلاتة يبقى اتفضل هنا 2 س تربيع زائد الأربعة، يبقى دي كده المشتقة الأولى. طيب اما اديني هنا في السؤال الرابع بيقول لي مثل بيانين الدالة اللي هي د س بتساوي ادي س تربيع ناقص الأربعة في الفترة المغلقة من سالب 3 و3. طيب أول حاجة أنا هقوم أعمل له الجدول اهوت الأول. بتبقى ما بين مين ومين بقى؟ بتبقى ما بين السين والدالة السين. طيب الفترة المغلقة من سالب 3 لحد 3 يبقى سالب 3 سالب 2 سالب 1 صفر 1 2 لحد التلاتة. هنعوض هنا في كل رقم عن السن اهوت في الدالة ديت هيطلع طبعا برقم، يعني السالب 3 دي تربيع بتسعة، 9 ناقص 4 يدينا هنا 5. هتعوض بقى وتجيب الأرقام، هتطلع هنا صفر سالب 3 وتطلع هنا سالب 4 وهنا تطلع سالب 3 وهنا صفر وهنا 5. بتعوض في الدالة ده، يعني بتعوض عن كل س بسالب 3 مثلا، يبقى تبقى سالب 3 لكل تربيع ناقص الأربعة، سالب 3 تربيع اللي هي بتسعة ناقص 4 يدينا 5 اهي طلعت 5 اهي، وهكذا بقى تعوض بسالب 2 وسالب 1 وهكذا. طيب أول حاجة بقى هنقوم عاملين ايه؟ هنقوم جايين راسمين بقى الدالة بتاعتنا اهيت. ديت 1 2 3 4 5 6 وهنا واحد سالب 1 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 وهنا سالب 2 سالب 3 سالب 4 وهنا 1 2 3 4 5 6 7. أول نقطة سالب 3 و5، سالب 3 على السينات أهي، ونطلع هنا 5 وحدات لحد فوق هنا كده. طيب وسالب 2 وصفر، سالب 2 اهيت وواقف عند الصفر، سالب 1 وسالب 3 سالب 1 اهي وانزل عند السالب 3 اللي هي النقطة دي، وصفر وأربعة يبقى هنزل من عند الصفر كده لحد السالب 4، وهي دي فعلا نقطة الرأس. طيب عندي هنا الواحد والسالب 3، الواحد اهوت والسالب 3. طيب 2 وصفر 2 وصفر، عندك هنا 3 وتطلع لحد الخمسة، دي آخر نقطة، وأوصلهم طبعا بإيدي مش بالمسطرة. يبقى رأس المنحنى هنا مين؟ رأس المنحنى، رأس المنحنى اللي هو واقف عنده ده اللي هي الحتة دي، أو ممكن تحذف ديت مع ديت وديت كده مع ديت وديت كده مع ديت، يبقى تفضل هنا صفر وسالب 4، يبقى ده صفر وسالب 4 اللي هو رأس المنحنى. طيب عندك هنا بقى معادلة محور التماثل. معادلة محور التماثل اللي هو الإحداث السيني دوت اللي هو السين بتساوي صفر. طيب هنا بما إن هي مفتوحة، المنحنى مفتوح لفوق، يبقى دي قيمة صغرى، قيمة صغرى اللي هي الإحداث الصاد اهو، يبقى الصاد هنا بتساوي سالب 4. طيب تعالوا نبص كده في آخر سؤال. هنا بيقول لي حول الزاوية التي قياسها دي كده بالدرجات عايزة إلى التقدير الدائري. طيب هشتغل عليها إزاي؟ هقول له والله أنت عندك هنا التقدير الدائري اللي هو اللي دائري بتساوي س درجات في ط على 180. أنت عايز هنا اللي دائري، يبقى الس درجات اللي أنت عندك ديت اللي هي ب57 درجة و17 دقيقة و45 ثانية. طيب في الطه على 180، لو جيت تعملها بقى الحاسبة هيطلع لك هنا 1 درجة وصفر ثانية وصفر دقيقة وصفر ثانية تقريبا، يبقى تطلع بواحد بواحد درجة. اما يجي يقول لي هنا في السؤال الخامس رقم ألف اهيت، بيقول لي هنا من نقطة تبعد عن قاعدة مركز طبي، يعني انت وليكن المبنى بتاع المركز الطبي اهوت، بيقول لي هنا من نقطة هيت بتبعد عنه مثلا اهوت، يبقى ده كده المسافة ما بينه وما بين المركز الطبي النقطة هيت مسافة تبعد 24 متر، يبقى المسافة دي 24 متر. وجد ان زاوية ارتفاع، يبقى زاوية الارتفاع من النقطة ديت اهيت دي اسمها زاوية الارتفاع، دي كده زاوية الارتفاع بكام؟ ب45 درجة. عايز ارتفاع المركز، عايز الارتفاع بتاع الايه؟ بتاع المركز ده.
طيب هقول له والله احنا بنشتغل بالزاوية الأول اللي هي ب45. ال45 موجود فيه هنا مقابل اللي هو الارتفاع اللي احنا عاوزينه، وفي هنا دلوقتي المجاور اللي هو الايه، اللي هو ال24. طب مين قانون المقابل على المجاور؟ الجتا ولا الظا؟ مقابل على المجاور اللي هو الظا 45. يبقى هقول له هنا ان الظا 45 بتساوي مقابل اللي هو الارتفاع اللي انت عايزه على المجاور اللي هو ال24. يبقى دي مقامها واحد. يبقى هنعمل ضرب، حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى الارتفاع في واحد بيساوي الارتفاع اللي احنا عايزينه، بتساوي 24 ظا ايه، 24 ظا 45. يبقى الارتفاع اللي احنا عايزينه هيطلع بكام؟ هيطلع بالظبط ب 24 متر. يبقى ده الارتفاع ب 24 متر. طيب اما يجي يقول لي هنا رقم ب، انشئ جدول هنا ما بين الالف والب، الالف والب. طيب اول حاجه انا بقوم عامل الجدول اهوت، جدول الصدق طبعا اللي هو الالف وادي الب. يا اما الاتنين صح يا اما الاتنين خطأ، يا اما واحده فيهم صح والتانيه خطأ، يا اما بنعكس واحده فيهم خطأ والتانيه صح. طيب هو عايز الف وب. طيب هو و ديت معناها ايه؟ لازم يكون الحدث الاول اللي هو الف صح، والحدث التاني اللي هو ب لازم أن يكون صح عشان نقول عليهم هما الاتنين صح. يعني الاتنين دول يكونوا صح يبقى ده صح. طب واحدة فيهم غلط او الاتنين غلط يبقى نقول خطأ. طب واحدة فيهم غلط هي، طب مع ان الف صح، لا واحدة فيهم غلط يبقى نكتب خطأ، واحدة فيهم خطأ يبقى نكتب خطأ.